اهلا بيكم في قناتي اكله جميله. فيديو النهارده هنعمل فيه الرز بلبن، لكن ده مش اي رز بلبن. مبدئيا كده طريقه تحضيره سهله جدا وبسيطه، ربع ساعه بالظبط وتكوني خلصتيه. وكمان هنعمله بمكونين فقط بدون ما نستخدم فيه نشا ولا قشطه ولا كريمه، وهيطلع معاكي اجمل والذ رز بلبن. والسر فيه معلقه صغيره هي اللي هتظبط معانا الطعم قوي. بس نتابع الفيديو للآخر علشان نشوف كل خطواته، علشان يطلع حلو معاكي من أول مرة. وقبل ما أبدأ الفيديو، لو انتوا أول مرة بتشوفوا قناتي، أنا اسم آية. أتمنى تدعموا الفيديو بلايك وتشتركوا معايا في القناة. وأول حاجة هنحتاجها، حضرت حلة على النار وهضيف فيها كوبايتين اتنين مية، وهسيب المية لغاية ما تغلي. واول ما المية تغلي معانا هنزودها كوباية من الرز المصري مغسول كويس جدا ومتصفي. وبعد كده بنقلب الرز كويس جدا وبنغطي عليه وبنسيبه لغاية ما يتسلق معانا ويشرب كل كمية المية. وفي الوقت ده النار بتكون متوسطة لغاية ما الرز يشرب كل كمية المية. هنسيب الرز لمدة 5 دقايق لغاية ما يتسلق، وبعد كده نرجع نشوف الإضافة اللي هنحطها عليه. بعد ما الرز اتسلق معانا وشرب كل كمية المية، هو كده خلاص بدأ ان هو يدخل في التسوية. شايفين شكل الرز بقى عامل ازاي؟ دلوقتي بقى هنزوده 1.5 لتر من اللبن، والخطوة دي مهمة جدا. يفضل اللبن اللي هتضيفوه يكون لبن بلدي علشان يكون محتفظ بالقشطة بتاعته. انا مستخدمة لبن بلدي، علشان كده مش هحتاج ان انا ازود اي قشطة، علشان اللبن محتفظ بالقشطة بتاعته. لكن لو انتي هتستخدمي لبن معلب فيفضل ان احنا نزوده معلقة كبيرة من القشطة، حتى لو كانت وش اللبن، علشان تديله طعم غني، وينفع طبعا تستغنى عنها. وبعد ما ضفت اللبن على الرز بقلبه كويس، وبعد كده بغطي عليه وبسيبه لمدة 10 دقايق يكمل تسويته. وبنوطي عليه النار، ومن وقت للتاني بنرفع الغطا وبنقلبه علشان الرز ما يلزقش معانا. وشايفين شكل الرز بعد مرور 10 دقايق استوى كويس. نزل النشا بتاعته، تقل معانا من غير ما نستخدم فيه اي نشا. هقلب الرز كويس وبعد كده هضيف عليه السكر. بنزود السكر اخر حاجة علشان لون الرز يفضل فاتح. وهو خلاص استوى معايا دقيقتين وهشيله من على النار. انا زودت كوباية من السكر، والسكر هنا بيكون حسب الرغبة. واخر حاجة هضيفها عليه المعلقة الصغيرة دي، وهي دي السر، معلقة فانيليا سايلة. بتدي للرز بلبن طعم تحفة، حاجة كده فوق الوصف. ومش بس كده، لسه كمان هنضيف عليه حاجة كمان هتدي للرز بلبن طعم حلو قوي. هندي للرز تقليبة وثواني بالظبط وهنشيله من على النار. شايفين بقى قوام الرز بلبن عامل ازاي؟ ما شاء الله عليه، بجد شكله تحفة ويفتح النفس. وقبل ما تشيليه من على النار بتدوقيه وبتشوفيه استوى معاكي تسوية كاملة ولا هو لسه محتاج تسوية تاني. وبنظبط السكر بتاعه وبعد كده بنشيله من على النار. انا شلته من على النار وشايفين القوام بتاعه. القوام ده مظبوط بالظبط. ولسه كمان لما نسيبه يبرد هيتقل معانا عن كده. هفضيه في الاطباق وبعد كده هسيبه يبرد تماما، وبعدين نشوف احنا هنضيف عليه ايه. وشايفين شكل حلة الرز معفيش ولا حباية رز لازقة فيها، لان طول مدة التسوية النار كانت هادية. وبعد ما الرز برد تماما هنضيف عليه قطع من المانجا. والحقيقة ان المانجا مع الرز بلبن ونكهة الفانيليا بيكون طعمها حكاية. انا هضيف عليه مانجا كنت مفرزاها، ولو عندك مانجا فريش استخدميها. سبت المانجا لغاية ما فكت، وبعد كده هبدأ ازين الاطباق بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وبكل امانة اللي مجربش الرز بلبن وعليه مانجا بجد فاته كتير، لان حقيقي طعمه حلو قوي. ويفضل ان احنا بعد ما نضيف المانجا على الرز ندخله التلاجة لمدة نص ساعة علشان الرز ياخد من طعم المانجا. وبعد كده بنقدمه وبالهنا والشفا للي هيجربه، بجد هيعجبكم. وهنزين كل طبق في الاخر بحباية عنب هنحطها في النص بتديله شكل حلو قوي.
وبكده نكون خلصنا الرز بلبن. شايفين هو قد ايه سهل وبسيط وما اخدش معانا اي وقت، وكمان موفر جدا. في ربع ساعة طلعنا احلى صنف حلو. طريقة تحضيره سهلة وبسيطة، كمان طعمه حلو قوي. نشوف بقى شكل الرز بلبن، شكله بجد يفتح النفس، والقوام بتاعه كريمي جدا. شايفين عامل ازاي؟ ما شاء الله عليه، حلو قوي. جربوه ان شاء الله يعجبكم. وبس كده نكون خلصنا وصفة النهاردة. يا ريت لو الفيديو عجبكم والوصفة عجبتكم ما ننساش اللايك للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على كلمة الكل علشان يوصلكوا اشعارات بكل وصفاتي الجديدة.